حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير وبصحة وبعافية. رجعنا لكم فيديو جديد ونبدأ فيديونا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واليوم حبايب قلبي حبيت أشارك وياكم غديانة، وأتمنى ينال إعجابكم الفيديو. لا تنسونا باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس. شاهدوا الفيديو للأخير. وحابة يعني أشكر كل اللي سألوني وسألوا علي وليش ما تنزلين الفيديو. الحمد لله والشكر إن شاء الله رجعنا لكم بقوة. وهنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي راح أسوي وياكم بداية الفيديو مقطع، راح أسوي وياكم غدا بسيط أتمنى ينال إعجابكم. مثل ما شفتوا هنا أول ما حطيت الزيت وحطيت معلقتين راح أسوي الصلصة، معجون، وخليت ملح، رشة ملح، رشة فلفل، وراح أخلي عليها مي وأخليها تتسبك. راح أسوي الصلصة، صينية مال باذنجان بس بغير طريقة. يلا نحط لايك ونشجع ونحط تعليق حلو حتى لو نصلي على رسول. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا حابة أترحم على شهدائنا الفلسطينيين، الله إن شاء الله يقويهم، آمين يا رب العالمين وينصرهم. وهنا أنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي كملت الصلصة وخليت لها مي وخليتها تتسبك على النار. وهنا مثل ما شفتوا جبت الباذنجان وخرت مالتها الراس وبديت يعني أوخر، يعني أقشرها منا ومنانة. وراح أقليها أنا وياكم، أملحها بملح وشوية فلفل وأقليها، وبعدين راح أحشيها أنا وياكم. أتمنى ينال إعجابكم الفيديو. وهنا أنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي اليوم صبحني على أحلى خبر، هو نتائج السادس، اللي مأجلين والدور الثاني الله يوفقهم كلهم الناجحين. يعني شنو، من الصبح سمحنا على أحلى خبر. بنوتي الحلوة همينة نجحت، الله ينجح أطفالكم آمين يا رب العالمين. وينول لها ببالها بالكلية اللي تريدها يا رب. هاي أحلى فرحة كنت أنتظرها وقلقة بالبيت، والبارحة ما نمنا. يعني هي من تفكيرها هي وتعبة صار لها يعني من العطلة مال الخامس لي هسه هي تقرأ، والعطلة أبد ما ارتاحت بيها نهائيا وأجلت. وبعدين النهاية يعني الله يساعدهم، تعبوا هلاك. الله يفرح كل طالب تعب واجتهد آمين يا رب العالمين. واللي ما نجح من طو دور الثالث خلي يشدون حيلهم ويوفق الجميع يا رب العالمين. هنا أنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي قسمتها من النص وراح أرش عليها ملح وشوية فلفل أسود وراح أقليها أنا وياكم. فت فيديو بسيط وأكلة بسيطة، يعني ملينا من اللي تبسي العادي مالتنا. هنا أنا تبسي بسيط. هنا جبت دهن بالطاوة خليته شوية يصير حار، وبعدين بديت أقلي الباذنجان. كتبوا لي بالتعليقات هم تحبون هيك أكلات. أنا أحب هيك أكلات خاصة بالبيت الأطفال يخلوه يعني ياكلوه. هنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي بديت عندي هالحشوة اللي راح أحشيها. هنا عندي فلفل أخضر وقطعته، وعندي بصل همينة ناعم، وعندي طماطة ناعمة كلها أني ما حامستها، بس الصلصة سبكتها على النار. وعندي هنا اللحم مثروم مال دجاج. انت اذا حابة تحطين اللحم مال يعني مال عجين مال غنم حط، انا عندي هنا لحم دجاج. فانت بالبيت وفري، انت نادرة ومعدلة كلهن خلطتهن وراح يعني حطيتهن في شي فوق شي. وبعدين راح أبرش سنين ثوم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلش طيبة ولذيذة، جربيها. اكتفي انت بالبيت عندك صدر دجاج، عندك محضرة مال طعام، رأسا خلطي وسوي لحم مثروم، وحط عليه المكونات الموجود. فلفل، عندك جزر حطي، عندك بصل، طماطة، شوية سنين ثوم وبرشيهم وخلطيهم كل زين، وملح ورشة فلفل. إذا حابة بهارات حطي 7 بهارات انتي اللي تحبي. ظرف ماجي همينة كلش طيبة. وهنا أنا قلبت الباذنجان وراح أطلعهن. أدري يعني هاي الأكلة مو مال دايت، أهل الدايت يبتعدون شوية على صفحة، بس هي هاي الباذنجان إذا ما تقلي ما يطلع أبد طيب. لا تشوي لا تقولي لي ولا بهاي يعني اللي تسوي مال الدجاج اللي تطلع الدجاج وتطلع البوتيتا الفنجر، إذا ما تقليها هي والبوتيتا أبد ما تعطيش طعم. وهنا أنا بديت أقلي وأطلع الباقي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي، يلا واللي يحبني ينزل يبارك لي على بنوتي الحلوة، وإن شاء الله الله يفرحها بأحسن كلية، آمين يا رب العالمين. وهنا أنا قلينا الباذنجان، وعندي هاي الحشوة مالتي شوية هي على كيفش بيها الباذنجانة لأن هي مقلاية. اللهم صل على محمد وآل محمد. وتسويها على شكل أقراص وتحشيها وتخليها بالبايركس مالتج. ما عندش بايركس، تبسي، بطاوة، وتخليها فوقها الصلصة اللي سويناها وتدخليها للفرن وتسوين وياها تمن، أبو الشعرية تمن عادي. أكلة بسيطة. وحابة أسوي وياكم همينة روتين المدرسة وياكم وشنو أسوي للأطفال. وهواية منزلة أني هواية يعني فيديوهات مال سلسلة مال مدرسية. أتمنى اللي راح حاب يروح. عندي فطائر تجيب، وعندي فطائر متنوعة، وعندي فطائر بالخضروات. أتمنى تزورون القناة وتشوفون شنو حابين يعني تسووها. وحابة أنزل وياكم الاحتفال مال بنتي وأسوي لها احتفال حلو بسيط. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يفرحكم ويفرح كل واحد يعني محتاج الفرحة، خاصة بهذه الظروف. الله لا يكتبها على واحد، بس احنا شو نقول؟ الحمد لله والشكر على كل يوم يمر علينا بالصحة وبالعافية، بس واحد يكتفي. ويعني بالأيام اللي تمر. هنا أنا حشيتها كلها مثل ما شفتوا حبايب قلبي. راح أخلي عليها الصلصة اللي سويناها، ما يحتاج لها أي شي. عندش طماطة حطي وخلي لها معجون، عندش بس معجون مثل ما شفت أنا حطيت شوية دهن ومعجون وفلفل وملح. أكلة بسيطة وما يراد لها أي شي. عندش شوية معدنوس كرفس حطه فوقها ودخليها للفرن، ما يحتاج لها ربع ساعة وتستوي عندك. هنا أنا التمن الشعرية حفظتوه من عندي، ما سويته هالمرة. سويت تمن كبس، مجرد خليت الدهن وبعدين خليته شوية يحمى، وبعدين ضفت عليه التمن والملح. راح اكتفي وشوية اخلطه، وبعدين راح اطبق عليه ويستوي عندي التمن. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هاي كانت اكلتنا البسيطة. شوفوا حبايب قلبي، طلع عندي التبسي. وهاي الفيكة الجديدة اللي أنا أسوي لكم إياها فيديوها ثانيا. حابة أدلعهم بأيام المدرسة. على قد ما تقدرين، حتى لو انت كان عندك ظروف كل صعبة بالبيت، اكتفي وقولي الحمد لله والشكر ولا حول ولا قوة الا بالله، وفوض امورك لله، وان شاء الله الله ما ينسى عبده. وهنا انا خليت شوية فوق الصلصة فوق التمن. والزلاطة هم سويتها ناعمة، ما صورتها وياكم على مود ما يطول الفيديو. وهذا كان فيديونا حبايب قلبي، وهذا كان غدانا. اتمنى ينال اعجابكم الفيديو، ولا تنسونا باللايك وبالاشتراك، ودعوة منكم الله ييسر حالنا.